دي، ونقدر نقول عليه أو أطلقوا عليه رائد الفانتازيا التاريخية في الرواية العربية. فحقيقة هتستمتعي بالرواية دي، ولو حبيتيها ممكن أشرح لك بعد كده أعمال من أعماله التانية. آخر عمل معانا بقى وهو يعتبر لجيل أجدد شوية، وهو الكاتب محمد المنسي قنديل في روايته كتيبة سوداء. هي رواية عن الحب والحرب والمصير الإنساني، بيتكلم عن بعض من الجنود بيخوضوا معركة معينة أو بيلاقوا نفسهم في حرب معينة، بيحكي لك بقى على مواقفهم وحياة الشخصية من كل واحد فيهم. فواحدة برضو من الروايات الحلوة جدا اللي بتدمج أكتر من نوع مع بعض. واخر حاجه بقى ممكن نرشحها لك هي كتابات ابراهيم عبد المجيد، مش عمل واحد لكن اكتر من عمل. انا شخصيا بحبه وبحاول الفتره اللي فاتت اقرا له اكتر من عمل. لو مهتمه تعرفي ايه الاعمال بتاعته او ايه الاعمال اللي نتكلم عنها ليه، سيبيلي في التعليقات. وكمان لو حابين جزء تاني من السلسله دي اللي هتكون فيها ترشيحات لروايات مصريه لكتاب من اجيال فاتت، فسيبولي في التعليقات تحت.